بصوا بقى، الخطوة دي تعتبر الخطوة المعجزة في عمايل كفتة الرز. ليه بقى؟ الأول زمان كنت بضرب كله على بعضه وأحط اللحمة على الرز على الخضرة على البصل وأضرب في الكبة. كانت الخضرة مصيرها إيه؟ إنها بتتكسر في الكبة مش بتتفرم، وبتبقى باينة كده في الكفتة، مش كأنها مية، يعني مش كأنها لون. هنا بتاخد الطعم كله. وشوفوا الخضار شكله ايه. جربوا فكرة الشفشق في عمايل كفتة الرز وانتوا هتدعولي. انا هنا بعد ما خلصت ده، عندي هنا كيلو لحمة مفرومة خلاص، وعندي كيلو رز بمعنى ان انا غسلت الرز وطحنته في مطحنة الخلاط وحطيت عليه معلقتين شعرية. احط اللحمة المفرومة